ازيك حبايبي، عاملين ايه؟ بالمراية القديمة اللي كلنا عارفينها دي وغالبا موجودة في كل بيت، هنعمل فكرة للديكور تحفة ومش مكلفة خالص. اول حاجة هشيل الجزء البلاستيك اللي هو الاطار بتاعها ده، وبعد كده هجيب ده حبل اللي هو الحبل العادي بتاع الغسيل، غالبا 10 متر بيبقوا بحوالي 10 أو 15 جنيه. ودي كرتونة كانت عندي هستخدمها في الفكرة دي. اول حاجة هاخد بس مقاس المراية كده على الكرتونة، وهسيب من كل الاتجاهات، انا سبت حوالي 6 سنتي من كل اتجاه، ازيد من مقاس الكرتونة ب6 سنتي من كل الاتجاهات كده. تمام، باخد المقاس بس زي ما انتوا شايفين عشان يبقى كل الاتجاهات نفس البعد عن المراية، ما تبقاش حتة صغيرة وحتة بعيدة عنها بالشكل ده. الخطوة اللي بعد كده ان انا هبدأ احط الشمعة على المراية وكمان على الكرتونة عشان اثبتها جدا، وتكون دي اهم حاجة، ان هي المراية تكون متثبتة بشكل كويس جدا بالشكل ده كده. تمام، الخطوة اللي بعد كده ان انا همسك الحبل بقى ده وهبدأ اثبته حوالين المراية بالشمع برضو. وطبعا نحط الشمع وهو سخن جدا عشان يقدر يثبت معانا ويعني ما يتفكش بعد كده. هستمر بقى بنفس الطريقة على حسب ما انا عايزة. بقى هكمل المسافة كلها، المساحة اللي انا عاملاها حوالين المراية، ولا هعمل مثلا خطين بس. كل ما هيزيد الحبل حوالين المراية كل ما هيبقى النتيجة النهائية شكلها اظرف واقيم. هستمر بقى بالشكل ده، وكل شوية طبعا هحط شمع علشان يبقى الحبل متثبت كويس جدا وما يفكش بعد كده، واضطر ان انا اعيد تظبيطه تاني واعمل تاني نفس الفكرة. هستمر بقى لحد ما الحبل يخلص معايا تماما. ولو عايزة طبعا اقلل الكمية عن كده مفيش مشكلة خالص، كل واحد على حسب كمية الحبل اللي عنده. طبعا ممكن نستعملها بأي حاجة تانية زي حبل الخيش أو خيط المكرمية، أي حاجة من الحاجات دي هتأدي نفس الغرض وهيبقى برضو شكلها جميل جدا في النهاية. هنا أنا لقيت جزء بايظ شوية في الحبل فثبته كويس وقصيته، وهشيله الجزء اللي هو مش تمام ده، وهبدأ أكمل نفس الطريقة تاني. زي ما انتوا شايفين الفكرة سهلة خالص وبسيطة، وهتحول حاجة يعني شكلها مش حلوة خالص وقديمة لتحفة، وهتشوفوا في النهاية شكلها عامل ازاي. كده تمام، فاضل اخر جزء هثبته برضو. لو لسه مش مشتركين في القناة ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا اي فكرة جديدة انا بعملها. وطبعا ما ننساش اللايك والشير عشان غيرنا يشوف نفس الفكرة برضو. ومستنية طبعا رأيكم في الكومنتات اللي بتفرحني دايما. هنا الجزء اللي باقي بقى من الكرتونة بعد ما الحبل خلص معايا شيلته طبعا. اتبقى بقى التعليقة بتاعتها، ده كان رباط عندي انا قصيت جزء بس منه، ممكن رباط كوتشي، رباط في شنطة من اللي هي شنط الهدايا. ده كان جزء من رباط شنطة من شنط الهدايا عندي، واستغليته بصراحة في الفكرة دي. ودي قماشة جوخ كانت موجودة برضو، لو تفتكروا انا كنت بصور عليها اصلا الفيديوهات. خدت جزء منها وبدأت اثبتها في الظهر بتاع الكرتونة عشان يبقى الفينش بتاعها تمام، وفي نفس الوقت
هتزود صلابة التعليقة بتاعتها وهتثبتها اكتر. اي اجزاء زيادة بقى هبدأ اقصها زي ما انتوا شايفين كده، وده بقى شكلها النهائي. هتشوفوا دلوقتي لما علقتها كمان هتعجبكم قوي. بصوا كده، ده شكلها لما اتعلقت. عملية جدا ومفيدة، وكانت من حاجات كلها كانت ممكن تترمي. مستنية رأيكم في الكومنتات، واستنوني في فيديو جديد وفكرة جديدة. وما ننساش الكومنت واللايك والشير والاشتراك في القناة. وباي باي.